أنا اسمي نور ياسر، أنا عمر حسام. معك أحمد طه. عندي 23 سنة، متخرجة من تجارة إنجلش جامعة القاهرة. أنا خريج لغة ترجمة، عندي 29 سنة. عندي 22 سنة. لسه بدرس كلية طوي إنجلش في جامعة عين شمس. الأول قعدت أدور على أماكن كتير، ما كنتش عارفة إيه أفضل مكان يعني إن أنا ممكن أخد فيه دبلومة HR. فعرفت ويل، ظهر لي إعلان على الفيسبوك بالصدفة. فوأنا بدور طلع لي فيسبوك آد بتاع ويل أكاديمي، فدخلت قريت لقيت إن الشهادة بتبقى معتمدة من معهد في بريطانيا ومعهد في أمريكا. غير كده إن أنا في آخر الكورس باخد شهادة معتمدة من لينكد إن أنا تميت التدريب بتاعي غير الأي دي اللي أنا باخده في الآخر. كان في انترشيب مفتوح في ويل أكاديمي، فخدت الانترشيب في ويل أكاديمي. فكنت فاكرة إن عادي يعني ده انترن عادية مش تبقى زي الشغل بره يعني، بس لما اشتغلت بره لقيت فعلا هو الشغل بالظبط هو اللي خدته في الانترن، مفيش أي اختلاف. انت ديورنج اصلا الكورس نفسه فانت بتاخد تاسك كل فتره، التاسك ده انت مطلوب منك تخلصه في ديدلاين معين، فاكنك بالظبط شغال HR. يعني هي مش بس مجرد كورس، لا انت شغال بالفعل في جوه الكورس نفسه، فهو الموضوع عملي. دكتور اسماء كانت بتتعامل معانا كاننا مش طلبه، لا بالعكس، كان انت معاك HR مانجر وان انت HR لسه بادئ. كلام المانجر عندي يعني ان انا كان شغلي بيسبق ناس عندهم خبره سنين في المجال ده، يعني لو انت ازاي حد انترن لسه فريش جراد عنده خبره او بيعرف يشتغل اكتر من حد HR سبيشاليست بقاله سنين في المجال. هي بتعلمنا من اول البدايه لحد النهايه، لحد ما الموظف ده يقرر ان هو يستقيل اساسا. لما خدت الكورس اونلاين من اول سيشن كان مع دكتور اسماء، كان في تفاعل ان انا قادر من بيتي ان انا اسمع الناس اللي حواليا بتسال اسئلتها ايه، الدكتور بتتفاعل معانا بشكل كبير وبناخد تاسكات، وباني ببقى بالظبط كاني قاعد في السيشن حاضر معاهم كل حاجه لحظه بلحظه. كان بالعكس بقدر اسال الدكتور، بقى في حد من زمايلي اللي معايا في السيشن بيقدر يجاوبني وبيقدر يتفاعل معايا. بحب اشكر الدكتور اسماء عشان هي اول حد خد بايدي في الموضوع ده، وهو اللي وصلني اصلا ان انا اتغلب على حاجات فيها شخصيه، وكمان خلاني اوصل لشغل كويس بسببها يعني. دلوقتي انت عاوز تعرف هتعمل ايه عشان تتعلم كل ده؟ كلمنا على رسائل البيج وهنبلغك بكل التفاصيل. ويل، خليك حوت.